تحكيم سعودي يقود هذه المباراة بقيادة الحكم ماجد محمد الشمراني. ولكن احنا بهمنا اداء اللاعبين، ثقه اللاعبين. الكلمة شاشة التلفزيون العربي السوري من خلال هذه المتابعة واللقاء. كل أماني التوفيق لمنتخبنا الوطني في أن نشاهد مباراة. نتحدث عن هذه المباراة خطيرة، الكرة تسديدة مع طبعا أحمد مدنية بحراسة المرمى لمنتخبنا الوطني، إيميليانو أمسين وسولدا رقم 18 سولدا كنوف باتروكوف 8 بالنسبة له من الاستحواذ على الكرات. خطيرة 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 الكرة وقدم السوري. أنا ما أعتقد فيها شيء، فيها أوفسايد، لم يشير لها حكم المساعد. بالمناسبة طاقم تحكيم سعود بنييف هنا ومرت بسلام. منتخب أكبر تاريخيا للمنتخب الروسي. خطيرة هنا الكرة مبعدة من هذه المباراة. هنا الجهة الخضراء، هنا الجهة اليسرى جهة ناقب بيناتشو. الآن المنتخب الروسي يعتمد عن طريق الكابتن 59 هو ميرانتشوف. ركنية تنفذ الركنية ونفذ الكرة. هنا الكرة خطيرة خطيرة. ساموتشينكو رقم 17 شوف منفرد تماما. المباراة رقم 100 إلك يا موالي. يلا يا شباب منتخب سوريا. رمضان الله عليك يا عم. اللاعب الرائع يعني شدنا معه بهذه الكرة الذي يحمل قميص رقم 12 اليوم. أما رمضان فاكوندو كرة بنييف إيميليانو. النادي الكبير النادي الفيصلي. كرة لمنتخبنا الوطني. نريد كرة خطيرة منتخب. حتى الآن تمركز دفاعي جيد. كرة ولكن بعد حدث عن إغناسيو الذي يفكر به خوسيلانا. أحمد فقر رقم 2 تسديدة. وقف الحظ إلى جانبنا. هنا التسديدة والقائم الأيسر قال المنتخب الروسي. نعم هي الأخطر حتى الآن. خطيرة ممنوع المرور. التسديد مراقبة دفاعية ممتاز. انتباه من هذه اللحظات. كرة لبانييف بين شبان وإلى أسماء جديدة، وهذا ما يفعله أيضا أنياس ليما بابلو. هذا بابليتو، هذا واحد من نجوم منتخبنا الروسي. كرة العرضية يلا يا شباب مبعدة من إغناسيو من المواس. كرة ركنية الآن مبعدة. هذا فاكوندو كرة في وسط الملعب. نعم محترف في الدوري السلوفاكي، حديث كبير. بدأ مع راسك سانتاندير. كرة خطيرة هنا ايمن هاتشيلي سوى مرة واحدة فيس تو فيس أو وجه لوجه. هذا الصويدي إلى صفوف منتخبنا الوطني. نملك لاعبين، نملك أسماء. هنا كرة خطيرة للمنتخب الروسي. المحاولة بنييف. الله عليك يا أحمد فاطمة الخطير رقم 10. هنا الكرة شوف كرة له المدرب الروسي. هنا هاجت وماجت الجماهير. شينكو خطير إلى بنييف محاولة تسديد. هنا الكرة هنا المحاولة مبعدة تسديدة. في الكرة الماضية انتظروا حتى 33 دقيقة إلى أن كان يعني من الممكن إبعاد هذه الكرة. كرة هذا بشكل أو بآخر داخل منطقة الجزاء. بينكو المدافع كان لوحده رغم أنه مدافع يعني طبيعته. سيكون يا خوسيلانا. كرة خطيرة للمنتخب. لاعب خط وسط بانييف مرت الكرة الماضية ما زالت الخطورة. متعودين على أن نلعب مع منتخبات آسيوية. عندما نواجه بانييف قادم من الدوري الأرجنتيني، ولكن والله بانييف مهاري. المنتخب الروسي عن طريق الجهة اليمنى الكرة العرضية. ذكرت بانييف كم مرة، ذكرت بانييف في الكرة القادمة. تنفذ الكرة ولكن ينتظر قرار الحكم. لقطة كانت طريفة. هنا ورجونا كرة حلوة، كرة عرضية ولكن إلى وصيف قارة أوروبا ومعه نجوم كبار. هنا محاولة تسديد من الكروما. نعم أنا تنفذ الكرة داخل منطقة الجزاء. الوطني دعونا نتفاعل معها. هنا المحاولة التسديد ولكن التعادل. كرة خطيرة للمنتخب الروسي. هنا الكرة العرضية وربما خادعت اللاعب نفسه. أحمد مدنية لا الكرة كان ممكن إبعادها. دخل ساموتشينكو شوف مهارة عن رؤية بشكل كبير. خادع الجميع.
خطيرة خطيرة خطيرة. أحمد مدنية مبعدة من إيميليانو في وسط الكرة الماضية أيضا. شوف كانت والتقدم الكرة الثانية الأخطر هذه عن طريق حقيقة عصام محروس. أسماء كبيرة هنا. الكرة جميلة. هيثم شحادة، عبد الغني طاطيش، كرة محاولة تسديد بحاجة إلى تبديل. شوف المساحات، شوف المساحات لوحده لحاله تماما. باتريكو الماضية واللقطة الماضية يمر من الأول والثاني والثالث والرابع. اللياقة البدنية لا 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 غريبة اللقطة تماما. نزلت المستوى اللياقة البدنية عندهم ما شاء الله. والثالث وتهيئة الكرة. جت وصل الكرة العرضية رأسية. هو سجل الهدف الثالث. الهدف الثالث. يلعبون بواقعية وحيد ولا أحد يراقب أبدا على الإطلاق. تمرين داخل منطقة الجزاء. محاولة لا 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 لا, لا. غريب هذه ترتد. لقينا هدف من رأس المدافع أحمد فقط. الرأسية هنا بالعرض البطيء للكرة الماضية على الطريقة الأوروبية أيضا. ويدخل 19 دخل إلى أرضية الملعب. خروج لفومين. كرة لمنتخبنا الوطني هنا وتأخر جدا. الهدف كرة لبابلو بابلو 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 بابلو. هجوم الصلخضي ظهر وأخيرا الصلخضي إلى بابلو. كان بثبات قدم الحارس اللاعب الصغير أهلي حلب. هنا الكرة لصالح منتخبنا. هذه الدقائق محاولة تسديدة خطيرة. يكسر النحس يا بابلو. هو سجل هدف مع منتخب قائم لأبعد كرة لمنتخب روسيا بالشوط وأبعد كرة كنا سنحتفل معها. كنا نفكر بالنتيجة. كرة خطيرة للمنتخب الروسي داخل منطقة الجزاء. هان وعلاء الدالي. هنا الكرة محاولة مع ثائر كروما انه يعني احتكاك ببلاش مثلا. والله هي داخل المنطقة. اذا ما صفر هي داخل المنطقة خارج الحسابات. الثنائية اوسبينكو يسجل. اوسبينكو يسجل في الدقيقة 8 بهدف بكرات ولكن هذه كلها حسابات. شوف الفرق الكبيرة بالروسي. وسجل الهدف الرابع عن طريق من النادي الكبير الآن زكريا لفاكوندو ربما. وشاهدنا دخول للميداني أيضا طبعا صفوف المنتخب. وهذا الحلاق، هذا الحلاق سلامات